الراجل اتزق من فوق الجبل على إيد أعز أصحابه وحبيبته، لكن المفاجأة إنه كان لسه عايش. في اللحظة دي ظهرت سنجابة صغيرة وادت له شوية فاكهة، وهو باصص للسنجابة اللطيفة دي حاول بالعافية يمد إيده وياخد الفاكهة وياكلها. في اللحظة اللي بعدها كل جروحه التأمت فوراً. بعد كده السنجابة خدته وودته على نبع مية سخنة، ولما نزل يستحمى فيها اكتشف إن باقي قوي. جمع كل الفاكهة اللي لقاها وبدأ يمشي ورا السنجابة لحد ما خرجوا من الغابة. بس أول ما خرج كان هيخبطوا عربية بالعافية. الراجل عمل وش مضحك علشان يخوف البنت اللي سايقة. السنجابة نطت على البنت علشان تلفت نظرها، ولما عرفت إن الراجل اتزق من فوق الجبل قررت توصله لبيته بالعربية. الراجل خد السنجابة معاه البيت وحكى لأبوه إن السنجابة هي اللي أنقذت حياته، وادى لأهله 2 من الفاكهة دي علشان ياكلوها. أول ما أكلوها حسوا فوراً بصحة ونشاط. تاني يوم الراجل جري على الأوتيل علشان يواجه أعز أصحابه وحبيبته. دخل عليهم وضرب صاحبه بالقلم في وشه واتهموا إنه اتآمر عليه مع حبيبته، لكن الحبيبة أنكرت وقالت إنها ما عملتش كده. الراجل اتعصب جداً ومسكهم هما الاتنين من رقبتهم. في اللحظة دي بلطجي حاول يهجم عليه من وراه، لكن السنجابة نطت عليه ووقعته على الأرض. وفي الآخر بعد ما البنت حاولت تهديه قرر الراجل إنه ما يبوظش حياته ويدخل السجن علشان ينتقم. قال هيستنى وقته وياخد حقه بالعقل. وفي النهاية رماهم بره الأوتيل واعتذر لكل الناس اللي كانوا هناك.